ما تزال لدى الصين من الأسباب ما يبرر قلقها حتى بعد توصل الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق يكفل استبعاد سيناريو العجز ولو إلى حين. كيف لا وهي الدائن الأجنبي الأكبر للولايات المتحدة بسندات تقترب قيمتها من $1,300 مليار. صيغة اتفاق واشنطن لا تبدو مطمئنة كونها تؤجل المواعيد الحاسمة، ما يعني أن مخاطر ديون العم سام ما زالت في الجوار. برغم التوصل لقرار بخصوص أزمة الديون، فإن حلا جذريا للأزمة لم يتحقق بعد، وأعتقد أن الأزمة سوف تتجدد العام المقبل ولن تتوقف، وسيكون لذلك أثره على معدلات التضخم في الصين. يخشى من أن تؤدي معالجة عجز موازنة الولايات المتحدة بطباعة المزيد من الدولارات إلى تخفيض قيمة العملة الأمريكية على المدى الطويل. ذلك ما جعل أزمة الديون الأمريكية تدق جرس الإنذار لدى الصينيين لتنويع مخزونهم الاستراتيجي من العملات الصعبة، والذي تجاوز $3 تريليون. المعالجات الأمريكية الآنية لأزمة الموازنة وسقف الدين حسب الخبراء لا تعد كونها مخدرا مؤقتا للأزمة، وستؤدي إلى ارتفاع ضغوط التضخم المستوردة وتعرقل جهود الحكومة الصينية في ضبط الأسعار. بلا شك فإن أزمة الديون الأمريكية سيكون لها تأثير كبير علينا كصينيين. فالولايات المتحدة مدينة لنا بالكثير من الأموال، وقد سمعنا أنه سيكون للأزمة تأثير على أسعار السلع لدينا. ينقسم الاقتصاديون الصينيون بين مؤيد لإسراع البلاد في إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنويع مخزون النقد الأجنبي، وبين من يرى إعطاء الدولار المزيد من الوقت. يبدو تعديل هيكل احتياطيات الصين من النقد الأجنبي صعبا على المدى القصير، فالدولار الأمريكي لا يزال بالنسبة لها ملاذا آمنا نسبيا للاستثمار مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى التي لا يكفي تزايد الأصول منها كي تحل محل الدولار في مخزون البلاد من العملة الصعبة. ناصر عبد الحق، الجزيرة، بيجين.